صباح الخير او مساء الخير على حسب ما بتشوف الفيديو. اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد ووصفة جديدة على قناتي افنان ايمن. وصفتنا اليوم من اجمل وصفات اللحوم، صينية لحمة بالبصل في الفرن. هنقدمها مع الطحينة وبصل بالسماق. تقدري تعتمدي عليها في العزومات، في الافراح، في العقيقة، مناسبة معاكي في كل الحالات. هنبدأ الفيديو وهسيب لكم المقادير مكتوبة في صندوق الوصف، وبرضه هقول لكم المقادير في الفيديو ولكن مش هتبقى بالترتيب. اول خطوة معانا في الخلاط هضيف حباية طماطم وحباية بصل وسط، وعليهم ربع كوباية مية عشان بس الطماطم والبصل يمشوا معايا في الخلاط. قطعي الطماطم والبصل لأربع تربع او 8 تربع عشان يتفرم معاكي كويس وما يعطلش الخلاط، لان احنا محتاجين الخليط ده يكون ناعم جدا. هقفل الخلاط وهشغله. هخلط المكونات لحد ما تنعم، توصل معايا للدرجة دي كده. وهنا الخليط بقى جاهز معانا. هصفي الخليط عشان اتخلص من التفل تماما. انا محتاجة العصير او الصوص بس اللي موجود في الخلطة، لان المشويات لازم الخليط بتاعها يكون ناعم، ما يكونش فيه اي شوائب او اي تفل مكان الطماطم والبصل. هنا الخليط بقى جاهز معانا ومفيش فيه اي شوائب. هضيف باقي المكونات: معلقتين كبار خل ابيض، معلقتين كبار صويا صوص، معلقتين كبار زبادي بلدي، هقلب الخليط كويس جدا لحد ما الزبادي تختفي تماما. زي ما اتفقنا احنا عايزين الخليط يكون ناعم ومفيش فيه اي تكتلات بالشكل ده كده. هنضيف البهارات الجافة: معلقة كبيرة ملح، نص معلقة صغيرة بابريكا، كزبرة ناشفة مطحونة، فلفل اسود، وربع معلقة صغيرة من كمون، شطة، توم باودر، بصل باودر. هضيف البهارات على الخليط ومن تاني ارجع اقلبه كويس جدا لحد ما يبقاش فيه اي تكتلات. وكده الخليط بقى جاهز معانا. نشوف الخطوة اللي بعد كده. معايا 500 جرام لحمة. انا طلبت من الجزار يجيبها لي شرايح. لو انتي عندك اللحمة قطعة واحدة وحابة تقطعها شرايح هتجمديها الاول وبعدين تقطعيها وهي لسه في التلج عشان تقدري تتحكمي فيها. ومن الافضل ان انتي تجيبيها جاهزة من عند الجزار، لان هو بيكون يعني متمكن شوية في التقطيع، فهتطلبيها منه شرايح او ستيك. في طبق عميق هضيف اللحمة وعليها هنزل بالخلطة. هسيب حوالي ربع كوباية كده من الخلطة، هقول لكم دلوقتي هنحتاجها في ايه. هغطي شرايح اللحمة تماما بالخلطة عشان تاخد من التتبيلة كده وتديكي طعم حلو وتبقى طرية ما تنشفش كمان معاكي في الفرن. وهغطيها ببلاستيك راب واحفظها في التلاجة مش اقل من 3 ساعات، ومن الافضل تبات ليلة كاملة في التلاجة. كل ما فضلت معاكي فترة اطول في التتبيلة هيبقى طعمها حلو وهتبقى طرية، وكمان التسوية بتاعتها هتبقى سهلة. اللحوم اللي بتتشوي او بتتسوى في الفرن بتبقى عايزة تاخد وقت شوية في التتبيلة عشان الملح بتاعها والبهارات بتاعتها تبقى مظبوطة. هنجهز الصينية اللي هتدخل الفرن. انا غلفت الصينية بورق ألمونيوم وعليه ورق زبدة، وهنزل بأربع حبايات بصل وسط وعليهم 4 حبايات طماطم وسط، ربع كوباية زيت، وعليهم هنزل بربع كوباية التتبيلة اللي احنا اخدناها من شوية. هقلبهم مع بعض وافردهم في ارضية الصينية بالشكل ده، وعليهم هنزل بشرايح اللحمة. هرصهم كده جنب بعض، ما يبقاش واحدة فوق التانية عشان التسوية، وكمان عشان ياخدوا لون حلو في الفرن ويتحمر معاكي بشكل حلو. وبرضو شرايح اللحمة تكون على البصل والطماطم، ما تكونش على الورقة او على الصينية عشان تبقى طرية وتاخد طعم حلو وتسوية مظبوطة.
هجيب ورقة زبدة وهكشكشها بايدي كده عشان اقدر اتحكم فيها وافردها بسهولة. هضيفها على الوش. هغطي اللحمة تماما بورق الزبدة عشان ورق الألمونيوم ما يتفاعلش مع الأكل. بعد كده هغطي بورق الألمونيوم 1 و2 عشان أحكم الصينية ما يخرجش منها أي هواء، وده هيسرع معايا في التسوية. ملحوظة مهمة يا جماعة، احنا ما ضفناش للصينية مية ولا صوص تشريبة عشان اللحمة ما تقلبش معانا بلحمة مسلوقة. احنا عايزينها تتسوع في البصل والطماطم اللي موجود في الصينية. هنضيف الصينية فرن ساخن مسبقا، فرن من غير شواية، رف اسفل. هتاخد معاكي حوالي من ساعة الا ربع لساعة. تقدري بعد ساعة الا ربع تفتحها وتبص عليها. اللحمة الستيك لانها بتبقى شرايح رقيقة بتستوي بسرعة. وهنا هنجهز الطحينة. معايا ربع كوباية طحينة، هنزل عليه بمعلقة زبادي، ربع معلقة صغيرة كمون، نص معلقة صغيرة ملح، ومعلقة كبيرة خل ابيض، عصير نص ليمونة. هقلب المكونات كويس جدا جدا، وعليهم هنزل بربع كوباية مية دافية. وبعد كده لو احتاجت مية هنضيف مية من الحنفية عادي جدا. هي مش هتاخد معاكي اكتر من ربع كوباية مية كمان بعد ربع كوباية المية السخنة، لان احنا ضفنا زبادي والزبادي مش هتخليها تحتاج مية كتيرة. او اظبطي القوام على طريقتك انتي على حسب ما انتي بتفضليها. ده القوام المناسب لطحينة المشويات. طحينة المشويات بتتقدم بأكتر من 50 طريقة. اختاري برضو الطريقة المناسبة ليكي او الطريقة اللي انت متعودة عليها، لكن الطريقة دي مناسبة عشان فيها زبادي وهتبقى مرطبة شوية جنب البصل والحاجات اللي هنقدمها جنب اللحم. عايزة اقول لكم ان الطحينة دي بيتي انا عاملاها في البيت. هبقى اسيب لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف. طبعا مشويات يعني كاتشب مفيش كلام. هنجهز سلطانية صغيرة كده من الكاتشب، وبعد كده هنجهز البصل. معايا حبايتين بصل صغيرين هقطعهم شرايح او جوليان. هنزل عليهم بنص معلقة صغيرة سماق، وهقلبهم كويس جدا مع بعض. واللي ما يعرفش السماق يا جماعة فهو موجود عند العطار، وبخلي البصل طعمه حلو جدا جدا. وكمان بقى مش هتضيفي ولا كمون ولا ملح ولا خل ولا اي حاجة. هنشوف الصينية القمر بتاعتنا بعد ما طلعت في الفرن. بسم الله ما شاء الله. اخدت معايا بالظبط ساعة الا 10 دقايق، مستوية ودايبة جدا. مفيش اجمل من كده. لو حسيت ان هي محتاجة تاخد لون من على الوش ممكن تشغلي عليها الشواية لما تاخد لون خفيف جدا جدا. خلي بالك عشان ما تنشفش. بس انا بالنسبة لي هي كانت كده مظبوطة ولونها جميل جدا ما شاء الله. وهنا نكون وصلنا لنهاية الوصفة. اتمنى يكون الفيديو خفيف على قلوبكم الطيبة. ما تنسوش الاشتراك واللايك والشير.